بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم اخترت لكم وصفة حلا سهلة وسريعة. رح نحضر عيش السرايا بطريقة كتير سهلة ومميزة، بتمنى إنها تنال إعجابكم. تابعوا معنا الفيديو للآخر. في هذا النوع من الحلويات في كتير بنات بيواجهوا مشكلة المقدار الصحيح للنشا اللي لازم نضيفه مع الحليب لحتى تعطينا نتيجة مثل ما انتم شايفين كريمية وبنفس الوقت متماسكة. لهيك كتبت لكم المقادير في صندوق الوصف، امشوا عليها وإن شاء الله رح تلاقوا نتيجة بترضيكم. وتعالوا الآن نبلش بوصفتنا. أول حاجة رح نعملها رح نجهز القطر، ولهذه الوصفة القطر لازم يكون خفيف، مشان هيك رح نستخدم كوبين من السكر ناعم الحبيبات ورح أضيف عليهم كوبين من المية. لو كنتي مستعجلة وحابة تنجزي فضيفي المية سخنة. في حال إنك ضفتي المية باردة فبتستني لحتى يغلو، وبعد الغليان بتحسبي 5 دقايق، وبعد هيك بتضيفي عصرة نص الليمونة. من المهم جدا إنه نترك القطر مع الليمون لمدة دقيقتين يغلوا مع بعض، وبعد هيك بنضيف عليهم ماء الورد زي ما انتم شايفين حاليا. أنا هنضفت حوالي معلقتين كبار ماء ورد، فيك تستبدليه بماء الزهر. بعد إضافة ماء الورد أو ماء الزهر بنطفي مباشرة على القطر، وبنبدأ على طول بتجهيز خبز التوست. أنا هنا عندي خبز توست محمص وجاهز، رح أحطهم في محضر الطعام وأضيف عليهم حوالي نص كوب من الجوز. رح نطحنهم مع بعض ومثل ما أنتم شايفين حيكونوا بهذا الشكل. في صينية رح أضيف التوست المطحون مع الجوز، وبعد هيك رح نضيف عليه القطر السخن. برجع وبأكد عليكم إنه القطر اللي حنضيفه لازم يكون سخن لحتى يعطينا النتيجة المطلوبة. والآن رح نبدأ بإضافة القطر، ومثل ما أنتم شايفين كتير سخن. لو انتي أول مرة بتعملي عيش السرايا بنصحك إنك تضيفي القطر على مرحلتين. أول مرحلة ضيفي نصف الكمية، لو حسيتي إنه التوست لساته متماسك ارجعي ضيفي قطر لحتى تعطيكي النتيجة اللي حتشوفيها الآن أمامك على الشاشة. في هذه الخطوة إحنا لازم نكون كتير دقيقين، لأنه بعد هيك رح تدخل صينية عيش السرايا عنا على الثلاجة لحتى نبردها، وأكيد بعد التبريد رح ترجع هذه الطبقة تتماسك أكتر. فمشان هيك لازم تكون عنا طرية من البداية لحتى تعطينا نتيجة حلوة وقت التقديم. سر القشطة اللي بتتحضر لعيش السرايا هو كوباية القطر اللي انتو شايفينها. أنا احتفظت فيها من القطر اللي حضرته. رح أضيف عليها 1.5 لتر حليب. طبعا في الحلويات يفضل استخدام الحليب الكامل الدسم، لأنه بيعطي نكهة وطعم أكتر غني من الحليب منزوع الدسم. أنا هان مثل ما أنتم شايفين ضفت لتر، ورح أرجع أضيف كمان 1/2 لتر حليب. على 1.5 لتر حليب رح أضيف كوب من النشا، ورح أضيف كمان كوب من السكر. لو أنت حابة إنه الوصفة تكون أحلى من هيك بتقدري طبعا تتحكمي بالسكر على حسب الرغبة. زي ما انتم شايفين الآن ضفنا السكر، وبعد هيك رح أضيف النشا كوب كامل. بعد إضافة النشا كتير مهم إنه نضلنا نحرك على نار متوسطة المزيج لحتى يصير عنا متماسك. القوام مثل ما انتم شايفين الآن رح يصير واضح أمامكم على الشاشة. القوام حيكون لين في البداية، لكن بعد التبريد رح يتماسك ورح يعطينا نتيجة كتير حلوة. وبعد ما تماسك الحليب مع النشا ضفنا كوب القشطة. رح نحرك لحتى يمتزجوا مع بعض، وبعد هيك رح أضيف معلقتين من ماء الورد. والآن صارت عنا جاهزة، ضفناها على التوست والجوز في الصينية. رح أتركها لحتى تبرد، وبعد هيك رح أدهن الوجه بشوية كمان من القشطة. رح نتركها في الثلاجة أو البراد قبل التقديم لمدة 3 ساعات، ولو كنتي مستعجلة عليها حطيها في الفريزر لمدة 1.5 ساعة. وفيك تزينيها بأي نوع مكسرات انت بتحبيه. أنا رح أزينها بالجوز المطحون. بتمنى إن وصفتنا لليوم تكون نالت إعجابكم. دعمكم هو محل تقدير كبير. دمتم بحفظ الله ورعايته. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، أن يفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من غير ما نحتسب.
اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وعاف مبتلانا، واغفر لموتانا، واغفر لموتانا، واغفر لموتانا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا، واختم بالسعادة آجالنا يا رب العالمين.